دي أول مرة بطير فيها مع السيدة أم كلثوم. 6 ساعات من القاهرة لتونس، و6 ساعات زيهم من تونس للقاهرة. شفت أم كلثوم وهي بتلتقي بجماهير الشعب التونسي، وهم بيقابلوها وكأنها قطعة من قلوبهم. شفت السيدة أم كلثوم سفيرة الفن العربي في العالم، وهي بتغني الملايين من أجل المجهود الحربي. غنت الأطلال، أنت عمري، فكروني، بعيد عنك. وشفتها أيضا وهي بتقلد بأكبر وسام للجمهورية التونسية، وشفتها وهي كمان بتفتتح شارع أم كلثوم. وقريت كل الصحف اللي بتصدر في تونس واللي كتبت عنها، وحسيت فعلا إن أم كلثوم هي الفنانة الوحيدة اللي يمكن أن تمثل عظمة مصر في الكرة الأرضية كلها. سيدة سادتي، لقائنا مع سفيرة الفن العربي السيدة أم كلثوم. أهلا وسهلا. أهلا بك. عايزين نعرف شعور سيادتك من أول ما دخلتي مطار تونس، وشفتي الناس وهم بالشماسي والمطر نازل عليهم، وشفتي الزحمة الكبيرة وهم واقفين كأنهم بيسمعوكي. عاوزة أوصف لك شعوري يعني؟ آه. والله ده شعور ما أقدرش أوصفه، لأني طبعا كنت سعيدة جدا بلقاء شعب التونسي، وكنت فخورة به كشعب عربي بيقابل إنسانة برضو من قطر شقيق عزيز عليه. ده اللي حسيته في لقائي لأول وهلة في المطار بالشعب التونسي. وطبعا مش قادرة ألاقي الكلمات اللي أقدر أرد بيها على هذا التكريم إلا بالشكر والحمد لله. أنا لاحظت في غنوة بعيد عنك أن حضرتك قلتيها كلها بلحن جديد، لدرجة أن الناس في تونس قالوا أن أغنية بعيد عنك التونسية. طب كويس، ده يعني حاجة تسعدني. تنصحي حضرتك المطربين والمطربات الناشئين إنهم يتصرفوا في اللحن ولا يلتزموا؟ ده حسب مزاج الفنان. إذا كان يعني عاوز يتصرف في حدود اللحن، أو يسيبه زي ما يعجبه، يعني ده حاجة مش مفروضة يعني. حسب مزاج الفنان ولا حسب مقدرته؟ زي ما تقولي كل بقى أنت. أعرفش. أنت أعظم فنانة غنيتي للحب، عايزين نعرف أعظم حب في حياتك. أعظم حب في حياتي هو الحب مش لحاجة واحدة. الحب للوالدين، الحب للعائلة، حلقة مفرغة، الحب للوطن، الحب للأصدقاء. الحب مش لحاجة واحدة أبدا. آه الناس كلهم سمعوكي وانتي بتقولي وعزة نفسي منعاني، فهل الحب بيخضع لعزة النفس في رأيك؟ طبعا، إن ما كانش المحب عنده عزة نفس ما يتحبش. أي جمهور يرضيكي أكتر؟ آه. الجمهور الصمت اللي بيسمع هو ساكت، ولا الجمهور المشتعل بالحماس؟ كل واحد بيعبر بطريقة. في واحد يسمع ويعبر بالصمت، وفي واحد يسمع ويعبر بالكلام وبالتصفيق. كل واحد حسب يعني مزاجه، وأنا بحبهم هما الاتنين. يعني في رأيك الشعب أو الجمهور المستمع التونسي جمهور صامت ولا جمهور متحمس؟ انت اللي شفتيه بقى، انت اللي أنا تقولي. شفته كان بيقلع. طب خلاص. عايزين نعرف إيه علامات رضاكي وعلامات غضبك. يعني ايه عاوزة تقولي ايه؟ عايزة أقول لما بتبقي راضية بتتصرفي إزاي، لما تبقي متضايقة بتتصرفي إزاي؟ ده الحاجات دي الناس هي اللي تقول عليها، لان الواحد لما بيبقى غضبان ما بيعرفش بيقول ايه، وايضا لما بيبقى فرحان ما بيعرفش بيعمل ايه. يعني هي عاطفة واحدة، يعني الضحك والبكاء هي احاسيس واحدة. اللي بيقدر يشوفها
الغير مش الشخص اللي بيكون في المشكلة. حضرتك بتلاحظي على كلمات الأغنية قبل ما تغنيها إن في كلمة ما بتتغناش، ده معناه إن صورة الأغنية بتبقى في ذهنك قبل ما تتلحن. ما بتتغناش ازاي يعني؟ يعني يعني زي ما بيقولوا في حادثة سادسة هتعرفي إن الكلمة دي م- مش هتقدري تغنيها أو ما تتلحنش أو ما تتقالش. بس يمكن ما كنتش فاهماها يعني. ده تواضع. آه، اتعودتي إنك تقدمي في كل موسم ملحن جديد ومؤلف جديد، مين الجديد السنة دي؟ انا مش تعودت. اذا كان في ملحن جديد يبقى اهلا وسهلا. يعني مش انا بقدم المواهب هي اللي بتقدم نفسها. السنة دي في اظن مؤلف جديد من لبنان. اللي هو مين؟ يعني مش حاضرني اسمه بقى، يعني بكرة تقري اسمه. في وحدة بين الأغاني الفولكلورية اللي حضرتك سمعتيها في كل البلاد العربية اللي زرتيها وبين الأغاني الفولكلورية المصرية. ده في وحدة في كل حاجة، في العادات وفي التقاليد وفي الأكلات وفي كل حاجة. فالأغاني الشعبية بتاعت تونس والمغرب ولبنان والكويت والحتت دي كلها تقريبا واحد. وده يدلك على أن الشعوب العربية كلها مرتبطة بلغة وبعادات وبتقاليد واحدة. فعلا، وفي المقدمة تقريبا الدين. آه. آه عايزين نعيش معاكي يوم من الأيام اللي بتلتقي فيها بالجماهير. من تعيشي معايا أول يعني تيجي تقعدي في بيتي كده من أول ما غصب بتصحي. عني كده وتشوفي كل حاجة. الكلام ده بقى تسألي عنه إحسان. تقول لك بقى أنا بصحى إمتى وبفطر إمتى وباكل إمتى، بس يعني بتاكلي إيه في اليوم ده؟ أكل أكل عادي خالص. عادي خالص. آه. بتنامي كام ساعة في اليوم قبل الحفلة؟ يعني الواحد يقول أنا هنام كام ساعة ولا ولا ساعات ينام وساعات ما يقدرش ينام يقلق. بتحب الجمهور أكتر ولا فنك أكتر؟ بحب الجمهور وبحب فني عشان أسعده بيه، إذا كان يعني ده يسعده. طبعا. آه أهم وجبة بالنسبة لك؟ وجبة إيه؟ أكل. وجبة أكل. يعني بحب إيه؟ إحنا بنتعرف على أم كلثوم الإنسان. أقول لك بصراحة بحب الأكلة الممنوعة. الممنوع مرغوب فعلا، صحيح. آه. طب عايزين متهيألي ده مش سؤال مني أنا بس، ده من كل السيدات اللي قاعدين يسمعونا دلوقتي ويشوفونا، عايزين يعرفوا سر رشاقتك. آه. آه. ده يعني سؤال أشكرك عليه أولا، وثانيا يعني رشاقة أنا مش شايفة إن أنا رشيقة. بس إحنا شايفين الستات كلها. يمكن عشان إن أنا ضروري في حاجة. مثلا بمشي ساعة في اليوم ضروري، وإني ما بقدرش آكل لدرجة الشبع. بقوم كده وأنا لسه يعني عاوزة آكل. فعلا دايما يقولوا الواحد يقوم نص بطن نص معدة علشان لا، هو يشبع. 3/4 مش نص. أقرب آلة لنفسك؟ آلة موسيقية أي. كلهم لما يكونوا حلوين، لكن الآلة اللي بتأثر هي الباكية الناي. هو طبعا أول آلة موسيقية إنها حتة غابة بسيطة وبتطلع أصوات يعني طبيعية. يعني حضرتك ميالة للآلة الحزينة دي؟ لا، مش ميالة لها يعني باعتبار إنها حزينة، لا باعتبار إنها معبرة. آه، أدخلتي على الفرقة الجيتار والأكورديون والساكسفون والبيانو، وإيه الجديد هنسمعه كمان؟ لسه مش عارفة. بالنسبة للأغنية اللي جاية في آلة جديدة فيها؟ ده يقرره الملحن حسب التلحين يعني. حسب اللحن نفسه. آه. طب عايزة أسأل حضرتك سؤال. الطيارين بيحسبوا مستقبلهم بعدد الساعات اللي قضوها في الجو. كم ساعة قضيتيها في الجو من أجل رسالتك النبيلة العظيمة دي؟ ده عاوزة بقى عاوزة حساب. حساب.
يعني اه. نقدر نقول مش عارفة تقدري انت تقولي مثلا من القاهرة للمغرب كام ساعة؟ اسألي بقى شركات الطيران. يعني بعد ما نخلص حديث اه. ممكن أنا أعمل اه الإحصائية تعملي بقى دي الإحصائية وأذبحها بعد دي كده. وبعدين تذيعيها. طب في رأي حضرتك الأغنية هل يجب أن تأخذ شكل معين في المرحلة اللي احنا بنعيشها دلوقتي؟ زي ايه يعني؟ يعني هل المفروض إن احنا نسمع جنب الأغنية الوطنية الأغنية العاطفية أيضا، ولا ينحصر سماعنا على حاجة معينة في إطار معين؟ لا، يعني انا رأيي احنا مش مسألة ان احنا نلغي العاطفة ابدا. يعني الأغنية العاطفية لها مكانتها، وبعدين أغاني المناسبات أيضا لها مكانتها، بس في حيز ضيق جدا. يعني ما أقدرش أقول لك إن تبقى الأغاني كلها وطنية، أيوة. وما أقدرش أقول لك إن كل الأغاني طبعا تبقى كلها عاطفية. في أغاني الوصف، وفي أغاني توصف البلد وجمالها، وفي أغاني بتوصف حب الوطن، وفي أغاني للحب نفسه. يعني في حاجات، يعني لازم يكون في مجموعة من المشاعر، لا نقتصر على واحدة بس. رحلات حضرتك بعد كده هتكون فين وفين؟ إن شاء الله هتكون في لبنان، وبعد لبنان إن شاء الله هتكون في الجزائر، وبعدين في العراق والسودان، وبعدين أظن مش عارفة ليبيا. احنا يا فندم بنشكرك جدا وبنتمنى النجاح دائما في كل رحلة بتقوم بيها من أجل المجهود الحربي. وسيدات سادتي، ده كان لقائنا مع سيدة الغناء سفيرة الفن العربي السيدة أم كلثوم، اللي ألهبت أحاسيس الجماهير في كل مكان بتزوره. غنى لها الشاعر شاعر تونسي وقال: الحرف يغزو اللانهاية عندما تضفي عليه قداسة شفتاك، فكأن في لغة العروبة حاجة دخل الزمان بها فجاء هناك.